اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اخواتي وحبايبي الكرام، جت لقاءنا معاكم من قناه تربيه الارانب والطيور مع ابو نرمين. ما تنساش انزل تحت اشترك في القناه، سبسكرايب، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو لايك. حلقه النهارده يا شباب حلقه مهمه جدا، طبعا مشرفني اخويا العز يا جماعه من المعصره بالقاس. جاي هو المدام بتاعته جاي بناء على القناه، شاف فيديوهاتنا على القناه، شاف الارانب ومعجب بالشغل، عمل كده يا جماعه بطاريه كده صغيره مجهزها وبوكس خشب برضه مجهزه، والنهارده يوم التنفيذ وجاي ياخد النهارده ان شاء الله الارانب والعلف وشويه حاجات كده مستخدمه يا جماعه الارانب، وان شاء الله تحت امره. نورتنا والله يا عز وشرفتنا بجد، المكان مكانك في اي وقت يا عز يا جماعه بقى يقدم نفسه يا حضرتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا عز من المعصره بالقاس. اتفرجت على فيديوهات كتيره في قناه حماده بالليل، طبعا انا عن المعرف. اللهم صل على النبي، جاي مره عشان نشوفه نعلم منه والصلاه على النبي. يعني الارانب يعني بتاعته بتتكلم عن نفسها، يعني مش عايزه. طب انا النهارده ضحكت عليك كده في السعر برضه الكلام ده ولا انت ضحكت عليا بالظبط؟ والله يا عم حماده هنمشي من انا في الاسعار ولا اي حاجه؟ والله الاسعار زي الفل والله، كل الناس كلها تجي لابو نرمين بصراحه. الله يكرمك. مش كلام والله يعني. المدام بقى بتقول ايه؟ احب اقول يعني بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يكرمك يا رب ويكرمنا ويكرم كل المسلمين يا رب. وبسم الله ما شاء الله، يعني الحاجه بتتكلم عن نفسها، يعني نظافه وحلاوه مفيش بعد كده، وربنا يكرمك ويكرمنا ان شاء الله. طب انت يعني متابعين على اليوتيوب ولا ايه؟ احنا لسه يعني اقولكش متابعين، يعني بقالنا شهرين كده متابعين. بس ان شاء الله. يا جماعه الالات ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه جميله جدا. الله كده حاجات يعني بسم الله ما شاء الله الله اكبر. شايف الذكر؟ ده حاجات جميله، حاجه ما شاء الله يا جماعه. خير يا رب علينا وعليك ان شاء الله، وربنا يكرمك ويزود رزقك يا رب. انا يا جماعه انا بكري بسم الله ما شاء الله لسه بكري، يعني اول الشغل هيكون عند عز وربنا يكرمه ويبارك له يا رب، وان شاء الله يكون فتره خير عليه، واحنا هندعمه معاه بكل حاجه ان شاء الله لحد ما ينجح، برضه لحد ما يطلع لحم. لو هو مثلا ما عرفش يبيع اللحم بتاعه هنساعده ونوديه مثلا تاجر ياخد منه اللحم، او ندله على مكان يبيع اللحم بتاعه فيه. كل هدفنا مش ان احنا نبيعه بس، يعني اصل معرفه الناس اهم من اي فلوس، اهم من اي حاجه. المكسب الكبير هو الكنز الكبير حب الناس. ان انا انزل بالقاس، انزل المعصره، اقابل مثلا واحد زي عز، لو انا واقف في مشكله او في زنقه اخبط على بابه وهيفتح لي بابه. اعمل اي شيء. وطبعا هنا شباب الناس برضو بيدخل يختار اهله من نفس المكان، ما بنطلعوش الارنب بره. لا صح، بسم الله ما شاء الله، يعني حاجات يدخل يتفرج بنفسه على الارانب. اهم شيء ان عينه حابه ايه. ديت صفه كويسه برضه للبايع وكده، يعني بتبقى حاجه كويسه، يعني بتبقى ثقه يعني، وبتبقى يعني امان برضه للي جاي ياخد منه كمان في نفس الوقت. انت مثلا دخلت شفت المشمع معمول ازاي، ممكن الفكره دي اصلا عندك ما في دماغك، لما تدخل وتتفرج عليها بتروح عندك الفكره عن شوف مثلا الولاد راكبه ازاي، الولاد راكبه ازاي، مشمع. الطرق دي كلها هتساعدك فيما بعد. انت لو جبت مثلا مشمع تخش بقى عند مهم ركبه بالطريقه كذا تعمله زيه. لا صح، حاجه برضه بتتعلم منها. كل حاجه بنظام يعني بصراحه، والله ما شاء الله. الميه الصرف كل حاجه، مفيش حاجه مش محطوطه على الارض. لا مفيش حاجه تفرش ربنا يكرمك. تحب تقول للناس بقى، الناس اللي لسه عايزه ترجع تبدا اصول ارانب؟ والله الناس اللي يعني في دماغها يعني بص، لو هو يعني غاوي او هاوي، هو بس يجي لابو نرمين ويتعلم كل حاجه. بس انا سامع الناس بتقول لك مشروع ارانب خسران وبيخسر والناس بيفشل والكلام ده. لا مش حاجه بتخسر، اهم حاجه النظافه برضه. سؤال بس، اتفضل. لو بيخسر انا هشتغل فيه؟ لا الشيخ سامع هيشتغل فيه؟ لا طبعا. بقول برضه هشتغل فيه؟ مختار الشيخ مختار هيشتغل فيه؟ لو يا جماعه لو مشروع ارنب بيخسر محدش هيربي ارنب، مش هنلاقي ارنب اصلا في مصر. لا هو عز برضه عنده الهوايه لشغله الارانب كده، ومارس الموضوع ده قبل كده، بس لما تابعك بقى وكده يعني حب الموضوع اكتر. يعني حب الموضوع اكتر، يعني اللي هو تابعك وكده وشاف الفيديوهات بتاعتك، يعني حبها اكتر واكتر، حب يتعامل معاك بقى. انت ربيت ايه قبل الارانب؟ او غير الارانب؟ لا انا ربيت ارانب وربيت غنم برضه وكده، رب حلال. لما شفت القنوات بتاعتك شجعتني اكتر ان انا اهتم بالارانب اكتر واكتر.
تمام. طالما يا جماعه ربى غنم او ربى حمام او ربى طيور، فده الموضوع في حد ذاته حاجه كويسه ومكسب، ان هو راجل ربى يتعود على التربيه والشغل مع الحيوان، سواء كان ارانب او كان بط او كان غنم او كان اي حاجه من الكلام ده. فده في حد ذاته حاجه كويسه، انت ربيت واتعلمت التربيه ازاي. ولو ما مش عارف برضه يتفرج على قناه ابو ياسمين برضه هيتعلم وهيعرف. ربنا يبارك لك، ربنا يكرمك ويصلح لك يا رب. بس لك في الشغل دي لا بسم الله ما شاء الله. انا حاسس كده قريت 4 جرب بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. الصراحه حاجه يلا جميله. ناخد جوله كده ونتفرج على الارض مع بعض. ان شاء الله ان شاء الله. تعالى كده، تعالى خش هنا خش هنا خش هنا. بسم الله اللهم صل على النبي. الارنب اللي كان متعور ايه اللي حصل؟ اهو ده ارنب يا جماعه، لقينا طلع بره على السلك ورجليه اتعورت. لا عادي لا عادي. يا جماعه خير. بسم الله ما شاء الله. قرب يا شباب قرب يا شباب قرب يا شباب قرب يا شباب. صلى على النبي. بسم الله ما شاء الله. خير. بسم الله ما شاء الله. اهو ان شاء الله خير. بسم الله ما شاء الله. قرب يا شباب قرب يا شباب كده قرب يا شباب. حاجه ما شاء الله جميله جدا. ربنا يبارك. وصلنا كام دقيقه؟ 6 دقايق دي يا جماعه. ان شاء الله هتولد ميعادها يوم 6. محضرها اهيت. تمام. صورنا كده شويه. صورنا بقى الحاجات الحلوه ديت. الحاجات الحلوه دي ما بتطلعش الا من عند ابو نرمين، ما بتطلعش لاي حد. الله يسلمك. ما شاء الله. ما بتطلعش لاي حد ان شاء الله. حاجات جميله جدا اهي ان شاء الله. ده بيونان مفيش حد عنده من ده. اللهم صل على النبي. حاجات حلوه احنا خدناها من ابو نرمين، وربنا يوفقه يا رب، وربنا يزيده من خير ربنا. ربنا يكرمك ان شاء الله. ربنا يوفقكم ان شاء الله. تعالى يا شباب. ده يا جماعه فطمنا جزء ولسه الباقي اهو. ما شاء الله. شوف الارنب قد ايه لسه ما فطمتوش. يعني ارنب قد ايه لسه ما اتفطمش. اللهم صل على يعني وزنه يخش في 700 800 جرام اهوت لسه ما اتفطمش. لو عند حد تاني هيفطمه على نص كيلو. نظافه وعلف. تمام. ما شاء الله يا جماعه خير. ما شاء الله. عامل ازاي؟ شوفين الرضاعه. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. البابيون. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك لك يا عم حماد. ربنا يكرمك. حاجه ما شاء الله جميله جدا. دي ورا برضه يا جماعه اهو. والمره الثانيه عامله ازاي؟ ان شاء الله. ربنا يبارك. وادي الخير اهوت. حاجات نظافه والصحه حيويه. انت ما سايبها يا خالد. شفت ارنب بيغطس؟ لا ده بالصلاه على النبي. الله اكبر. الله اكبر. ربنا في جو هاوي وبارد. لا بالصلاه على النبي. هنا اهو ان شاء الله. ده منقوضين يا جماعه من وسط 40 حته. نظافه وحلاوه. 6 ارانب منقوضين من وسط 40 حته عشان منقوضين سلاله. ما شاء الله ما شاء الله. سلام يا شوي. ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الزبده راح فين؟ ها؟ وده يا جماعه العلف بتاعنا. العلف بتاعنا اهوت. ما شاء الله. صور كده العلف. يا جماعه العلف بتاعنا اهوت ما شاء الله. جوده حلاوه ومفيش بعد كده. واحنا تحت امر الجميع. وادي العصافير. تمام. واحنا تحت امر جميع. اي حد يا جماعه محتاج اي حاجه احنا تحت امر. تحب توجه رساله بقى للناس قبل ما نختم تقول للناس ايه؟ انا اقول للناس اللهم صل على النبي. المكان دوت ما شاء الله عليه حلاوه ونظافه وحاجه يعني ما شاء الله يعني تبهر وتفرح. وننصح الناس الشباب اللي عايز يعني يبتدئ دوت الموضوع دوت ما بيخسرش حد. على سكوت شويه. جرب حتى لا وصف بقى صوت حضرتك. جرب ومش هتخسر. تمام. مع ابو نرمين بصراحه الحاجه هنا جميله. حبيبي ربنا يكرمك ويوفقك يا رب. وسبحانك شرفتني ونورتني بجد. ربنا يخليك. اخونا يا جماعه عز من المعصره بالقاس اللي شربنا ورانا هو المدام بتاعته. وانا تحت امر الجميع. وطبعا تحياتي بقى للحاجه الست ام عز. يعني امنا الكبيره اللي احنا برضه بندلع الحساسيه يا جماعه. كلمتني النهارده وقالت لي مالكش بركه الا جبت لي على دماغ ست الكل. احنا تحت امرها وربنا يوفق يا جماعه يا رب. دي كانت حلقه النهارده. اشكركم لحسن المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الله.